صلاة ليلة السادس عشر من شهر رمضان الخير، وهي هذه الليلة إن شاء الله ثواب وأجر هذه الصلاة عند الله الجنة بغير حساب. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من صلى صلاة ليلة السادس عشر من شهر رمضان خرج من قبره وهو ينادي بشهادة أن لا إله إلا الله حتى يرد القيامة، فيؤمر به إلى الجنة بغير حساب. من صلى صلاة هذه الليلة. كيفية هذه الصلاة: الصلاة 12 ركعة، يعني مثل صلاة الصبح 6 مرات، كأنما صلي صلاة الصبح 6 مرات. تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة، و12 مرة سورة التكاثر، وهي من قصار الصور. ومن لم يحفظ هذه السورة بإمكانك أن تقرأها عن طريق الموبايل وأنت في الصلاة، ماكو إشكال، وتقدر تفرق ما بين الركعات، يعني كل 10 دقائق كل ربع ساعة صليك ركعتين. والصلاة تصلى ركعتين ركعتين، يعني مثل صلاة الصبح 6 مرات، كل ركعتين فيها نية، تقول نويت أن أصلي صلاة ليلة السادس عشر من شهر رمضان قربة إلى الله، تكبر تقرأ تشهد وسلم. وكذلك باقي الركعات. وقت هذه الصلاة من بعد صلاة العشاء وينتهي ما قبل الفجر، فلا تقصروا من صلاة ليلة السادس عشر من شهر رمضان. جزاكم الله خير جزاء المحسنين، ونسأل من الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بجاه محمد وآل محمد. فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.